الفيديو ده ردا على احد الاسئله من المتابعين، ان هو في شركه في مصر مرتبه تقريبا في الشهر في حدود $300 لو حسبهم بالمصري، يفكر ان هو يجي هنا ولا لا. طبعا فكر ان في السفر، فكره السفر في حد ذاتها هتفيدك في حاجات كتير جدا. هقول لك اول حاجه تتعلمها في السفر هو انك هتتحمل مسؤوليه نفسك كامله من A to Z في كل حاجه. الدنيا خلي بالك في البدايه هتبقى صعبه جدا، وهتفضل مستمره معاك كده لحد ما تبتدي انك تعتمد على نفسك بشكل كامل في كل حاجه وتتكيف مع الوضع. اهم حاجه هنا التكيف. الحاجه التانية لازم هتسال نفسك السؤال ده: انا جاي ليه؟ لو هنا مركزتش على الهدف اللي انت جاي عليه هتوه في حاجات كتير جدا هتلهيك. تالت حاجه ودي مهمه، تالت حاجة هنا انت بتتعامل مع ثقافات كتير جدا ومع دول كتير جدا. باختلاف الثقافات دي هتبتدي انك تتعامل بلغة واحدة بس، هي اللغة الانجليزية. فانت كده كده لازم تتعامل بانجليزي في كل حياتك. لو انت مستواك B1 او B1 هاير، فانت كده كده مستواك مع الوقت هيتحسن، طريقتك في التعامل هتتحسن، لان انت هنا بتتعامل كله باللغة الانجليزية. ما تنساش لو الفيديو عجبك لايك، سبسكرايب، شير. كان معك احمد موسى من الامارات. لو في اي استفسار اخر اسأل. سلام.